بص يا زمالة، خلينا متفقين على حاجة بسيطة. طول ما انت عامل متابعة لاخوك الواجهة، فانت هتشوف محتوى زي الفجعة. عمرك ما هتشوفه على اي حتة، حتى على القناة السبعة. ابعتها له في وشه. طيب الفيديو دوت هيوجع لي رقبتي، بس يلا كله فداكو. زي ما انتوا عارفين، مؤخرا انا كنت بقالي مدة مستريح شوية عن مجال الموتوسيكلات دوت، انا واجع دماغكو. بس مؤخرا برضو ظهرت شركة موتوسيكلات جديدة، فقلت يا دي قلت له ما ينفعش يعني تسيب الموضوع يعدي كده غير ما تتكلم. اما انا بعمل ايه هنا؟ ها؟ والحقيقة ان شركة الموتوسيكلات الجديدة ديت صارت الجدل زي ما الناس بتقول، وخلت الناس محتارة عندي ومش عارفين الموتوسيكلات اللي نازلة جديد ايه واسعارها ايه والحاجات دي كلها. فانا النهارده طالع اسير الجدل اكتر، واقول لكم الموتوسيكلات اللي نازلة باسعارها بكل حاجة محتاج تعرفها لاول مرة عند اخوك السولو، لان المعلومات ديت لسه محدش قالها خالص غير اخوك طبعا. فتابع الفيديو لحد الاخر لو عايز تعرف السعر بالذات، عشان السعر مفاجأة صدقني. المهم يا اخواني واخواتي الكرام، مؤخرا ظهرت شركه جديده في السوق المصري، او لسه يعني ما ظهرتش قوي، اسمها كيو جي موتورز. والشركه دي هي شركه صينيه، والمفروض ان هي الشركه اللي بتصنع لبنيلي وكيوي في نفس الوقت. الشركه دي المفروض انها هتنزل مصر في خلال الاسبوع الجاي، ونزلت بسكوترات وموتوسيكلات كتير. فيها وجعني. اعمل فولو، خلي عندك دم. والموتوسيكلات اللي نزلت هم مكانتين: الاس ار كي اللي هي شبه الشادو وشبه الموتوسيكلات الهارلي والكروزر عموما، وده موتوسيكل 350 سي سي انجكشن، في تراكشن، في اي بي اس، في حاجات كتير جدا، ما علينا يعني. وفي الموتوسيكل التاني اللي هو ادفنتشر، ده شبه الزونتس اللي نزل 300 و 703. والموتوسيكل دوت هيبقى 650 سي سي برضه، 2 سلندر انجكشن. اللالي في اللالي في طبعا انا كسولو مش هينفع اجري ورا الحاجات دي كلها. انا مش هاخد الكريزه اللي على التورته واسيب التورته نفسها، ما لازم اعرف تاريخ الشركه دي ايه، صح؟ طيب دخلت على الشركه وبحثت عنها، ولقيت ان هي تاريخها ما شاء الله طويل عريض. وانا ذات نفسي كسولو شدتني مكنه من المكانات ديت، اللي هي الاس ار تقريبا، او الاس ار كي موتوسيكل ريسنج. عجبني قوي فيه ان هو صوته زي صوت الياباني بالظبط. اول مره اشوف موتوسيكل ريسنج 250 سي سي صوته زي صوت الياباني. لما بحثت اكتر لقيت ان دوت بسبب ان الموتوسيكل ده بيجي 4 سلندر، فدي حاجه حلوه فشخ، فاهم؟ الى ان الشركه نزلت مصر ابتديت اعرف الاسعار. والاسعار بصراحه مش ليا يعني، فاهم؟ ممكن ما تبقاش ليك، ممكن تبقى ليك. انا بصراحه مش عايز اطلع اخبط في الشركه، يعني ربنا ما يجعلنا قاطعين ارزاق. وفي نفس الوقت انا مش هينفع اشكر فيها الاسعار دي. يعني ازاي مكنه 350 اللي هي شبه الكيوي ديت بتقول لي ب 270,000؟ 270,000؟ طب ما انا اروح اجيب لي شادو. او ازاي مثلا مكنه زي اللي هي الادفنتشر اللي هي ال 650 ديت بتقول لي ب 380,000؟ 380,000؟ عارف ال 380,000 دي بيقولوا ايه في الياباني؟ دي هتبقى نفس ردة الفعل اللي انت هتسمعها من الناس. هيقول لك طب انا اللي خليني ادفع 380,000 في زونتس او في مكنه صيني ايا كان نوعها. اي نعم، انت بتديني ضمان 10,000 وبتديني ضمان سنه وبتديني قطع غيار متوفره والحاجات الحلوه دي كلها، بس برضو كسعر ياما، فاهم؟ يعني كنت نزلني مثلا المكنه ال 250 اللي انا كان نفسي فيها دي، معلش عشان انا نفسي فيها بصراحه والريفيو بتاعتها عجبتني. نزلها يا عم ب 100 ولا ب 150 الف، ماشي ساعتها ممكن افكر فيها. انما مكنه 350 مثلا ب 270، ومكنه 650 مش عارفه ب 300 وداخله في نص مليون، ايه يا عم ايه؟ المهم يا جدعان، الفيديو دوت هو مش ريفيو على اي مكنه منهم، هو مجرد دردشه بيني وبينكم عشان نستعرض الحاجات اللي لسه نازله جديد. طبعا الحاجات دي لما تنزل هيبقى متاح ان احنا بقى، لو متاح ان احنا نسوي لها ريفيو او ان احنا نتكلم عنها اكتر. نشوف موضوع قطع الغيار ده هيبقى متوفر ولا لا، هل الضمان فعلا وفي ضمان وفي توكيل ولا فيستك، الحاجات دي كلها زي اللي قبل منهم. هنعرف الكلام دوت كله، خصوصا ان هو المفروض ان الضمان بتاعه او التوكيل هو كان نفس التوكيل بتاع كيمكو المفروض ان هم ناس محترمين يعني، والسكتورات بتاعتهم كويسه. فهنشوف بقى هل فعلا هيبقوا كويسين ولا هيكملوا مسيرة اللي قبل منهم. فده اللي هنعرفه الايام الجايه. ما تنساش لو عايز تستفيد وتشوف كل جديد، ولازم تعمل فولو لاخوك السولو.